السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا وكمان مميز جدا. ليه؟ لان احنا اول مرة هنعمل فيديو للهاند ميد. هنزين مع بعض صينية شكلها شيك جدا للتقديم. كمان لو انت بقى عروسة وعايزة تعملي حاجة حلوة في بيتك وتبقى بلمسة حلوة من ايدك، فالفيديو ده هيعجبك جدا. يلا تابعوا معايا الفيديو للآخر، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، اول حاجة عندنا احنا هنجهز اللي هي القطعة الازاز. ده بيبقى اي ورشة للزجاج يعني. بتختاري المقاس اللي انت حباه. وفي اهم حاجتين. اول حاجة ان هي تكون طبعا يعني في اللي هو بالمكن اللي بيظبط الاطراف بحيث ان ما يكونش فيها اي خربشة، لان احنا بنتعامل مع زجاج واي حركة فيه يعني هتبهدل الدنيا. فلازم ناخد بالنا كويس جدا من الخطوة دي، لازم تكون معمولة كويس جدا من الاطراف عشان ما يكونش فيها اي خربشة وتجرح ايدينا او حاجة. تاني حاجة بقى الفتحات بتاعة الايد. دي لازم تكوني واخدة الايد معاكي قبل ما تعملي التصميم، علشان يعمل الفتحات دي على قد الايد اللي انتي اشتريتيها، اللي هي اللي انا ماسكاها دي. بتشتريها الاول وبتاخديها معاكي، وبعد كده بعد ما بيقطع بقى الحته الازاز طبعا على حسب المقاس والشكل اللي انت عايزاه، ممكن تعمليها دايره، مستطيل، مربع، ايا كان الشكل والحجم اللي انت عايزاه بيعمل لك المقاسات اللي انت عايزاها. وبتاخدي بقى قطعة اللي هي الايد دي، وبيعمل الفتحات على قد المقاس بتاعها. عندنا بقى التزيين، شفتوا التزيين بقى اللي معايا ده؟ اي تزيين بقى انت حباه، اي تزيين متوفر عندك يعني. هنشوف انا هعملها بتزيين سهل وبسيط ان شاء الله يعجبكم. ومادة اللزق برضو بتبقى يعني انا مستخدمة الامير ومستخدمة الغيرة اللي هي البيضة. اول حاجة بقى عملتها ان انا لمعت قطعة الازاز، رشيت عليها كده من البخاخ، ممكن بالمية عادي جدا، وبالمنديل بتمسحيها لان هي يعني ما فيهاش اي حاجة يعني. بس بتمسحيها كويس جدا. بعد كده بتبتدي ان انت تركبي بقى اللي هي الايد بتاعه الصينيه بتاعتنا. هي سهله جدا ما فيهاش اي مشكله، هي بيجي معاها اللي هي المسامير دي بتركبيها بكل بساطه. وبعد كده بقى بدأت ان انا اثبت الرجول كده بالشكل ده علشان اعمل عليها التزيين، ما تبقاش الشكل اللي هو المسمار ده كده باين. لا، انا عملت بقى اللي هو الاستراس الطويل ده، هو بتشتريه كده استراس شريط يعني مع بعضه. ثبت اول حاجة بالامير علشان يمسك كويس جدا وما يفكش مني. وبعد كده بقى بدأت ان انا الف، وكل لفة ببتدي ان انا الزقها بالشمع عادي، ما فيش مشكلة. اهم حاجة بس البداية ان احنا لازم نثبتها كويس جدا بالامير. بس كده هتشوفوا بقى الرجول في النهاية شكلها طلع كويس جدا. يعني احنا استغلينا شكل المسمار، هو شكله طويل. فعملناها يعني انا فكرت فيها ان انا بدل ما ان انا مثلا اقصها او استخدم شكل تاني، او ان انا ما استخدمهاش مثلا والزقها مباشر على الصينية، ممكن نعمل الفكرة دي. وممكن بقى ان احنا نعمل ليها ان هي تكون ليها رجول زي ما انا عملتها كده. استغليت الشكل، وطبعا مش هسيب شكل المسمار كده يعني هيبقى شكله طبعا مش لطيف. فعملت بقى عليه بالاستراس ده، شكله في النهاية طلع حلو جدا. شكله، شوفوا بقى شكله في النهاية بجد حلوة جدا. هعمل طبعا الاتنين التانيين زيها بالظبط. ده شكلها بعد ما خلصت بقى الايد، وكمان عملت الرجول بتاعتها بالاستراس كده بالشكل ده. شكلها حلو جدا. بنشيل بقى اي خيوط من الشمع يعني. هنا بقى الاطراف اللي بقول لكم عليها، ببتدي بالغيرة البيضة، بعمل بس عليها كده بالاطراف كده بالشكل ده. بس يعني مسحة بسيطة جدا بالفرشة. وبعد كده جبت ورقة وبدأت ان انا احط عليها البرونز كده بالشكل ده. ده اللي هو البودرة.
بيلزق عليها على طول، يعني الغيرة مش بتاخد وقت كتير لان احنا اصلا حاطين كمية بسيطة جدا. فمش هتاخد منك وقت كتير وهتلاقيها مسكت عادي، مفيش اي مشكلة. حطيت بقى على الاطراف كلها كده بالشكل ده، علشان يعني الخط اللي هو بتاع الازاز نفسه ده يتدارى، ما يكونش واضح خالص، يعني علشان انا بعد كده هحط عليها الاستراس. بس لو حطيته من غير ما احط اللميع البودرة ده الاول، هيبقى شكلها مش لطيف، يعني مش هتبقى كويسة. اما لما حطيت بقى اللي هو الاستراس البودرة ده ادى شكل تاني خالص. جبت بقى اللي هي دي بتاعة اللي هو الكريستال، النجف الكريستال، انا شارياهم كده يعني، مش سرقاهم من نجفة ولا حاجة، من اي محل، بس انا صراحة مش متذكرة اي اسعار، لان انا شارية الحاجات دي عندي من فترة، وطبعا ما كانش في اي وقت خالص ان انا اعمل الفيديو. فالحمد لله يعني جه الوقت، وجهزت بقى كل الحاجات اللي كانت ناقصة، حاجات بسيطة. وبدأت ان انا اعمل بقى اللي هو الفيديو الهاند ميد ده. بس ثبتهم كده بالامير، لازم نثبتهم بمادة تكون يعني تلزق جامد جدا، لان الشمع هيفك، خاصة ان القطعة الكريستال تقيلة يعني. فانا حطيت اتنين بس شكلهم ارق بكتير، وشلت التالتة دي، وثبتهم بالامير، يعني احسن حاجة ممكن نثبت بيها على على الازاز. بعد كده بقى بالفرشة عملت بس مسحة كده هو الغيرة البيضة، وما تقلقوش خالص من الغيرة البيضة، لان هي بتنشف، بتبقى شفافة. فمش مش هتعمل اي لون ابيض ولا اي حاجة. وحطيت كده اللي هو البرونز بقى، اي استرسات، كمان اللي هو اللميع البودرة، كل الحاجات دي يعني حطيتها كده مع بعضها، ادت شكل حلو جدا في النهاية. مسحه كده بالفرشه، وحطيت الاستراس اللي هو شكله يعني نجوم كده، فهو مش واضح قوي يعني في الكاميرا، بس في الطبيعه هو شكله نجوم كده. كمان اللي هو اللميع الذهبي البودره ده، حطيته بقى اللي هو يعني يداري اي فراغ موجود، او اي لزق كده يعني موجود، فبيتحط عليه بيداري بقى اي فراغ موجود. وبخبط بس خبطتين كده بايديا، وبشيل بقى الزيادة كده بالشكل ده، بيبقى بسيط وسهل جدا. ثبت اللي هو الاستراس ده بالشمع عادي، ونقطة واحدة بس من الشمع، وبتبتدي ان انت تثبتيه، هو علشان فصوص صغيرة يعني، فبيثبت عادي مفيش اي مشكلة. كمان الاستراس اللي هو الشريط ده ثبته بالشمع، وبدأت ان انا اعمله على الاطراف كلها كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي هي الهاند ميد او الصواني دي بتبقى يعني بمبالغ رهيبه جدا، وحاجات فعلا مبالغ فيها يعني. فلو جبنا الخامات وعملناها بايدينا في البيت، طبعا هتبقى التكلفه ابسط بكتير، يعني خاصه طبعا كل مكان بيختلف في الاسعار. آه، ف فاحنا ممكن نعملها بكل بساطه في البيت، ومش لازم يعني يكون تزيين يعني ما حصلش، عادي ممكن جدا ان احنا نعملها حاجه بسيطه. هنفرح جدا لو حاجة عملناها من ايدينا، خاصة كمان لو انت عروسة وهيبقى عندك حاجات كتيرة جدا، نقدر ان احنا نوفر ونعمل حاجة زي كده بايدينا في البيت، هتبقى شكلها شيك جدا، وانت بتقدمي لضيوفك وحبايبك عليها، هتبقى حلوة جدا. ف كمان لو انت حابه تعمليها هديه لحد غالي عليكي، انا عن نفسي بحب جدا اي حد غالي عليا، اختي، صديقتي، بحب جدا ان انا اهديهم حاجه تكون هاند ميد من شغلي انا ومن ايديا انا. فحتى هم عارفين يعني، بحب دايما اللي هو اتعب نفسي كده في الهديه، اللي هو ما اروحش اشتري هديه كده وخلاص، لا، بحب دايما يكون الهديه يكون فعلا متعوب عليها في الفكره وفي الشكل بتاعها، وكمان في التزيين والخامات بتاعتها. فبحب دايما ان انا اهديهم حاجة تكون يعني بلمسة كده من ايدي، عشان تفضل ذكرى جميلة. فممكن تعملوها وتجربوها، هتعجبكم جدا. ده شكلها في النهاية.
شكلها حلو جدا، تزيينها سهل وبسيط. وحتى اللزق اللي احنا لزقنا بيه الغيرة البيضة مش باينة خالص، لان هي خلاص نشفت وبقت شفافة. الامير كمان ثبت معايا الكريستال، بقى شكله حلو جدا. ده الشكل بتاعها في النهاية، يا رب تكون عجبتكم. قولوا لي بقى رأيكم تحت في التعليقات. كمان لو انت عروسة ان شاء الله هعمل لكم سلسلة فيديوهات للعرايس، من بقى بوكيهات اللي هي الصواني بتاعة التقديم، وكمان صواني الشبكة، وفي حاجات كتيرة جدا ان شاء الله بإذن الله بجهزها ليكم. خلونا نوفر شوية ونجهز حاجات بإيدينا، وهتبقى أحلى وأشيك بكتير من بره. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الحلو ده وللصينية الحلوة الجميلة دي. اشوفكم في فيديو جديد على خير. شكرا لكم، مع السلامة.